اني بكره هموت في حادثه. الدموع هتصاحب امي بس مش هتموت ورايا، والسنين هتزوق ابويا خطوتين للحزن جايز. الصحاب هيحطوا صورتي عندهم في التليفونات، والجيران يتسألوا عني قبل اسمي يقولوا مات. والحداد هيكون عشاني اسبوعين قرآن في بيتنا. عاد يسمع شد حيلك اي واحد من عيلتنا. اللي مات كان حد طيب ساب مسيرة وحسن سمعة، وان ابويا هياخد امي للمقابر كل جمعة يقروا فاتحة ويدعوا لي ربنا ينور لي قبري ويجازيني الخير لصبري. وما يبقوا في بيتنا يبكوا مرة كل يومين 3، والزعل هيبان في عينهم كل ما يفتكروا غيبتي. برضو موتي هيبقى باين في الدموع من عين حبيبتي. شهر واحد بس يمشي والجميع يتناسى موتي. حتى أهلي هينسوا صوتي. كان تخين أو كان رفيع، خبطة من 3 ابتدائي من مدرس كانت في قورتي. والصحاب هتعدي فترة بعدها هيشيلوا صورتي. مرة ممكن يدعوا ليا ينسى حد يقول أمين، والجيران يتسألوا عني قبل اسمي يقولوا مين. وانت عدي قصاد شارعنا عادي تسمع صوت أغاني، ما اللي حي هيبقى أبقى من اللي ميت. واللي فاني وما تيجي الجمعة أبويا هيبقى جوه البيت معاهم، وأمي برضو بقالها ساعة واقفة بتحضر غداهم. أمي نسيت برضو تدعي لما عدت جنب بابي. خلصوا الأكل النهاردة بس أنا ما شالوش منابي. اللي أنا حبيتها قالت كله رايح كله فاني. بعد شهرين من وفاتي هي حبت حد تاني. هي دي سنة حياتنا، هو ده طبع الحياة. اللي بيسيب دنيا فانية مش بياخد شيء معاه. بس أنا بتجيلي دعوة كل يوم من حد طيب. عمره ما جمعتنا قعدة، عمره مرة ما كان قريب. بس لما سألت عنه كان حقيقي جواب بسطني، إنه كان سواق في شارع وإن أنا عديت خبطني. اتأثرت